السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير هاد المعلكة هادي، ابسط واسرع معلكة غريبة معلكة ممكن تحضروها من العيد ان شاء الله. كتجي غزالة ممتازة، المكونات ديالها قلالين بزاف، اقتصادية بسيطة، ولكن كونوا اكيدين بان النتيجة يعني صادمة. يعني هاد الحلوة كتجي مزيونة بزاف، واحد التعليكة فيها خطيرة، وكيف ما غتشوفوا معايا المكونات ولا ابسط. فخليكم معايا، ما تنساوش تعملوا اللايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتبعوا معايا الحلوه من الاول حتى الاخير باش تنجح معكم. هي كتنجح مليون في المية، يعني بسيطه جدا كيف ما غتشوفوا معايا. فغنبداو مباشره نشوفوا المكونات. المكون الرئيسي اللي عندي هنايا في هذه الحلوه هذه هو الكوك، النواه ديال الكوكو. نختاروا شي كوكو هكا يكون ميدم، يكون خشن. هذا كيف ما كتشوفوا يكون واحد النوعيه اللي جيده. غنعملو هنايا 250 غرام ديال الكوكو، يعني رابعه ديال الكوك. هيدا كيف ما شفتوا معايا من الاحسن، يعني من الافضل ملي كنعملو المعلكه او الغريبه يكون عندنا كوكو نوعيه جيده. عملت معاه كاس ديال الشاي ديال السكر وما يعادل كاس ونص، عفوا يعني كاس ديال العنبه. انا عملت هنايا كاس ديال الشاي، ولكن نتوما غتعملوا كاس ديال العنبه مملوء، يعني ما يعادل 150 غرام ديال السكر. من بعد عملت واحد القبصه ديال الفانيليا، وعملت مبشور واحد النصف ديال الحامضه، وغادي نخلط هاد المكونات. اذا نعاود معكم المكونات ديالي: عندي ربعه ديال الكوكو، كاس عنبه ديال السكر الخشن، معلقه كبيره ديال مبشور الحامض، وعندي واحد القبيصه صغيره ديال الفاني. كنعمل هاد العمليه هادي، انا كنحك المبشور ديال الحامض مع قشر ديال الحامض مع الكوكو. هاد العمليه ضروري منها، يعني ماشي ضروري ولكن كنتحصل على واحد النتيجه رائعه، كتجي واحد الحلوه منعشه وريحه الحامض منها غزاله غزاله بزاف. يعني الحامض مع الكوكو كيعطي واحد لوغو، واحد يعني كيجي مزيون بزاف. صافي هنا انا نعمل جوج ديال البيضات، غنوجد جوج ديال البيضات. يعني هي نورمالمون ملي كيكون الكوك نوعيه جيده كتاخذ من جوج ديال البيضات حتى ثلاثه د البيضات. صاف يعني سا ديبون على النوعيه ديال الكوكو. انا عملت هنايا طربت جوج ديال البيضات. البيضات الحجم ديالهم وحده كتعدي متوسطه وحده صغيره. يعني اذا كانت عندكم شي بيضه كبيره تعملوا وحده. صافي غنكبها هيدا، وغادي نبدا نجمع الخليط ديالي. وما تنساوش اكيد القبصه ديال الملح. كيف ما كتشوفوا واحد الحلوه اللي سهله، يعني ما فيها لا زيت لا زبده لا تعقيدات لا حتى شي حاجه، بسيطه ابسط منها ما كاينش. صافي كنبداو نمعكو هيدا ونخدموا الكوكه ديالنا. يعني كنجمعوه بالسائل الوحيد اللي عندنا هنايا اللي هو البيض. صافي من بعد انا غنزيد واحد البيضه اخرى، لان يبان لي الخليط ما كيتجمعش. غنزيد البيضه هيدا ونبدا نخدم مزيان. ضروري يا البنات ما تخدموا مزيان هاد المعلكه هادي، يعني حتى تشرب، تحسوا بالكوك تشرب داك السائل اللي هو البيض. ضروري ما نمعكو هيدا، يعني تقريبا نجيبو من 5 حتى 7 ديال الدقائق وحنا كندعكو هيدا مزيان في الخليط ديالنا ديال الكوك والسكر. منها السكر كيدوب اللي كيعطينا التعليكه في الاخر، ومنها الكوك كيتشرب البيضات بواحد الطريقه سهله وسريعه. صافي انا نخلي هذا لان عندي الكميه بسيطه، فما محتاجاش نعركو بزاف. صافي بهذا الشكل هذا كيكون الخليط كيلتصق كيف ما كتشوفوا، يعني كيكون خفيف بحال الغريبه ديال السميد وديال الكوك. هنا انا غطي عليه بالبلاستيك وغنخليه تقدروا تخليوه حتى 4 سوايع. انا خليته ساعه، دخلته الثلاجه وخليته ساعه. من بعد خرجت الخليط ديالي. يعني ليسونسيال باش كنخليو هاد المعلكات هادو يجيو يعني يرتاحوا شويه. هما هاد السويعه فاش كيرتاحوا هي اللي كتعطينا داك التعليكه وكتعطينا النتيجه ناجحه ان شاء الله. اذا كنتو يعني اللي كيعمل لك واحد الكونتيتي كبيره، يعني يعمل نص كيلو ديال الكوكو اولا، يخليها ليله كامله احسن، اولا يخليها 6 السوايع. صافي من بعد كيف ما كتشوفوا كنضيف واحد 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نبدا نعمل الكويرات ديالي بهذا الشكل. هنا كنحضر اولا كنوجد واحد البياض البيضه، وكنحضر هنايا رقائق اللوز اللي يعني ما كنبغيهمش يكونوا غلاطين. هيدا شويه كنكسرهم هيدا، وغادي نبدا نجيب الكويرات ديالي كيف ما شفتوا. بالنسبه للكويرات اذا بغيتو يجيوكم قد بعضهم، يعني تعملوهم بالميزان، غتعملوا فيهم واحد 23 ديال الغرام، باش كتجي هيدا عاطيه، كتجي يعني الحبه الحلوه منظوره، ويعني فيها ما تاكل، يعني ما تجيش شي الحبه ستيتوه. اذا حبيتو تعملوهم صغارين فتعملوا داك 20 غرام هيدا كافيه. صافي هنا كنبدا نجيب المعلقه هيدا ونعمل الكويرات هيدا.
اكيد فهي كتكون خفيفه شويه ولكن كتلم يعني كتشمع، وهذا هو الهدف، يعني ضروري ما تبقى خفيفه شويه هيدا. ندوزها في بياض البيض كيف ما غتشوفوا هيدا. هاد البيض الهدف منه باش يلصقوا رقائق اللوز، باش يلصقوا بهذه الطريقه يعني يلصقوا مزيان على الحبه ديالنا ديال الحلوى. الفرن هنايا انا مسخناه على 180 درجه، بحكم انا غنستعمل الفرن ديال الغاز فانا غناخذ الغريبه ديالي اولا الطاوه وغادي نعملها في الوسط، يعني غنعرضها للنار من فوق ومن تحت في نفس الوقت على 180 درجه. ثم اذا كنتو كتعملوا الفران ديال الغاز غتعملوا على عافيه متوسطه، ومني يسخن مزيان غتدخلوا الحلوى ديالكم وتخليو النار يعني مهيله بزاف، يعني اقل من المتوسط، وتعملوها تعرضوها الحراره من الجهه لتحت، ومن طيب تعرضوها تحمروها من الفوق. وهذا هو هذه هي الحلوى ديالنا عفوا. فسهله كيف ما شفتوا، سريعه والنتيجه رائعه صراحه. يعني انا ما عرفتش كيفاش نوصل لكم ونقول لكم بان المذاق ديالها واحد التعليكه، يعني بحال اللي عاملين فيها المسكه اولا يعني واحد التعليكه كتجي فيها خطيره. غنستمر بهذا الشكل هذا وخلاص. انا الفران راه قلت لكم كيفاش تعملوها في الفران، والنتيجه نتوما غتشوفوها معايا. فالناس اللي كتشوف الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، وما تنساونيش من التعليق ديالكم. فهي المحفز والمشجع الاول والاخير باش الانسان يعطي ويزيد يقدم وصفات من هذا الشكل هذا. وقولوا لي اذا كانت عندكم يعني اللي عندها شي اللي حبات شي حلوه هيدا ولا ما كتصدقلاش شي حلوه هيدا بغات نحضرها، تقولها لي في التعاليق. يعني مرحبا بالطلبيات ديالكم، عفوا بالطلبات ديالكم. انا مشابالي مع الطلبيات ماشي مشكل. صافي انا عملت هكذا الكويرات هذا كيف ما كتشوفوا، ندخلها الفران وهذه هي النتيجه. كتجي واحد الحلوه رائعه وكتوجدوا معها الفران ما كتاخذش الوقت بزاف. في الاخير يعني تقدروا تضيفوا لها داك الرشه ديال السكر كلاصي اذا يعني اذا بغيتوا يجيو المنظر ديالها راقي وتجي مزيونه يعني عاطيه للعين، تقدروا تعملوا لها واحد الرشه خفيفه ديال السكر كلاصي. انا اكتفيت بها هيدا. الحلاوه ديالها كتجي معتدله ما محتاجاش. وتقرمشه ديال اللوز ايفيلي كتجي من الفوق رائعه، كتجي هشيشه بزاف هاد الحلوه هادي، بليس كتجي معلكه خطيره. فنتمنى تعجبكم. نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله.